البطالة منتخب الجزائر قبل معسكر شهر سبتمبر وخوض مباريات تصفية كأس إفريقيا، وهو ما يضع المدرب بيتكوفيتش في ورطة حقيقية من البطالة، وأولهم يوسف عطال الذي لم ينجح في التوقيع مع أي فريق منذ رحيله عن ناديه التركي. وارتبط اسم دافع الخضر بالانتقال إلى بعض الفرق أبرزها أولمبيك مارسيليا وبشكتاش، ولكنه لم يحدث، ويعد عطال من الأساسيين في المنتخب، وبقاؤه دون ناد سيضع بيتكوفيتش في وضع لا يحسد عليه قبل ملاقاة غينيا الاستوائية وليبيريا في تصفية الكان. أما اللاعب الثاني فهو الجناح الأيمن آدم والناس المتواجد هو الآخر دون ناد بعد فسخ عقده مع ليل الفرنسي، ولم تظهر أي مؤشرات لتوقيعه لأحد الأندية هذا الصيف، وهو الأمر ذاته للهداف التاريخي إسلام سليماني الذي لم يلتحق هو الآخر بأي ناد عقب نهاية عقده مع ناديه البلجيكي. ورغم عدم مشاركتهم في معسكرات الخضر في عهد بيتكوفيتش، فإن الدوليين الجزائريين الحارس وهاب ريسن بولحي والمهاجم أندي ديلور ورشيد غزال لم ينضموا إلى أي فريق لحد الآن، ليبقى الجميع في حالة بطالة. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.